السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده فيديو جديد وتفريزات جديده. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس زي ما حضراتكم شايفين، لونه روعه. طعمه كمان كان حلو جدا جدا. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، احلى من اللي بنشتريه من بره. طعمه يجنن ولونه كمان يجنن. اصلا الفول يفتح النفس. اهم حاجة تتابعوا الفيديو الاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل اللي موجودة في الفيديو، عشان مفيش حاجة ان شاء الله تفوتكم. وطبعا متنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو كنتم مش مشتركين. طبعا شيروا الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لعدد كبير من المتابعين، وكومنت حلو لو وصفتي عجبكم. اول حاجة من نجاح الفول ان احنا نختار حبة فول تكون فاتحة زي ما حضراتكم شايفين كده. ما نجيبش الفول الغامق. الفول الغامق هيغمق معانا الفول وهيخليه اسود. فاحنا عايزين حبة فول تكون فاتحة كده ونوع نظيف. كل ما كان نوع الفول نظيف، كل ما كان الفول هينجح معانا وعمره ما هيغمق ابدا. هبتدي كده ان انا اجيب اول حاجة. الفول هفضيه معايا نص كيلو من الفول، ابتديت ان انا افضيته في طبق. وهبتدي ان انا اشيل اي حاجة مش نظيفة يعني في الفول. وبعدين هابتدي إن أنا أشطفه كده بالمَيّة كويس جدًا، جدًا، لازم أغسله بقى كويس أوي. وبعدين هابتدي إن أنا أنقعه. أنا هنا نقعته حوالي يوم كامل. يُفضّل إن إحنا ننقعه من نُص يوم، يعني حوالي 12 ساعة ل6 ساعات. طبعًا لازم إن إحنا ننقع الفول، الفول مهم جدًا. يعني لو ما نقعناش الفول، الفول بدل ما هو مفيد هيضرنا. علشان طبعًا يعني هيتعب القولون جدًا. فيُفضّل إن إحنا ننقعه. في حلة كده على النار هابتدي إن أنا أضيف الفول. وكمان معايا كوباية من الفول المدشوش كده، اللي إحنا بنعمله للطعمية والبصارة. وكمان هابتدي إن أنا أضيف كوباية من العدس الأصفر. المكونين دول بيخلّوا الفول حلو جدًا، جدًا، وبيخلّوا طعمه كمان روعة أوي. هابتدي كمان إن أنا أضيف طماطماية. يُفضّل إن يكون لونها أحمر شوية. وكمان واحدة ليمون. لو مش عايزة تضيفي الليمونة السليمة كده، ممكن تعصريها. وأهم حاجة إنِّك تشيلي البذر، عشان البذر هيمرّر الفول معانا جدًا. هاضيف كمان معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الكركم. هاضيف كمان مَيّة مغلية، لازم مَيّة مغلية، ما اضيفش مَيّة باردة أبدًا. حتى أثناء التسوية، يعني طول ما إحنا بنسوي الفول. لو لقيتِ إن المَيّة قلّت معاكِ، لازم تضيفي مَيّة مغلية، ما تضيفيش مَيّة باردة. لو ضفتِ مَيّة باردة، سبب برضه من أسباب إن الفول يغمق معانا. ضفت بقى المَيّة المغلية لحد يعني بُصّوا. الفول يبقى تِلت الحلة، والمكونات الباقية تكون تِلتين. يعني إحنا ضفنا ليمون وضفنا طماطم، وكمان المَيّة. فنضيفها دي تِلتين الفول. أول ما بتبتدي إنها تغلي نوطّي عليها تمامًا ونسيبها تستوي براحتها خالص. أنا هنا سويتها في حلة الضغط، خدت معايا حوالي 3 ساعات. لو هتسويها في حلة عادية تقريبًا بتاخد 7 ساعات. بتسيبيها على نار هادية جدًا، جدًا، لحد ما بتستوي براحتها خالص. بصوا لون الفول تحفة. اللون أصلًا والله الكاميرا ظالمة الفول، لونه كان حلو جدًا. لونه اللي هو البني الفاتح أوي. شكله رهيب. ريحته بقى فظيعة، يعني ريحة الليمون كده مع البهارات اللي احنا ضفناها كانت حلوة جدا. وعلى فكرة ممكن تستغنوا عن الليمونة، ممكن تستغنوا عن الطماطم. ممكن كمان تستغنوا عن البهارات اللي احنا ضفناها. بس انا بحب بصراحة الطريقة دي معتمدة بقالي سنين، وحلوة جدا. وكمان الفول بيكون ناجح وعمره ما اسود معايا ابدا. بس بقى في مكون هنا اختياري، حابة تعمليه اعمليه، مش حابة عادي خالص. بس هنا محلات الفول بيعملوا الخطوة دي، ما بيستغنوش عنها ابدا. هنا هنربط الفول. لو عندك الفول فيه ميه كده كتير، هتبتدي انك تضيفي معلقة من الدقيق، معلقة من الصلصة، وشوية كده من المية. اي مية عادي، حنفية، اي حاجة. وهتبتدي انك تدوبيهم كويس قوي، وبعدين تحطيهم على الفول. اهم حاجة ان احنا نقلب بقى تقليب مستمر علشان الدقيق ما يتكتلش كده مع الفول. فاحنا نقلب كويس قوي لحد بقى ما الفول، يعني هنسيبه حوالي دقيقة لدقيقتين كده لحد ما يبتدي ان هو يغلي كده معايا. زي ما حضراتكم شايفين كده نبتدي خلاص ان احنا نطفي على الفول. هنا الفول جاهز معانا، لون وشكل وريحة كمان
كل حاجة فيه كانت تحفة. بصوا قوام الفول تحفة. على فكرة الفول كل ما بيقعد معانا كل ما قوامه بيتقل، فما تقلوش الفول عن الشكل ده. بصوا هنا هسيب يعني الطبق ده بقى اللي احنا هقدمه معاكم في الاخر. هابتدي بقى ان انا اكيس الفول. طبعا احنا بنشتريه من بره، بيديهولنا عادي في كيس بلاستيك وبيكون سخن زي ما هو. هنبتدي بس ان احنا نكيس بقى الفول كده، وهنسيبه يبرد تماما، وبعدين ندخله في الفريزر علشان نفرزه بقى وقت الاستخدام نطلعه. من نص كيلو فول طلع معايا تقريبا 10 اكياس من الفول او اكتر. طبعا اعملي الكمية اللي انتي حباها، بس نراعي ان احنا مش هناكل فولة في السحور بس، معانا طعمية ومعانا بطاطس معانا جبن، فاحنا يعني مش لازم نعمل الكيس كبير، فاحنا نقلل علشان احنا هيكون معانا حاجات تانية يعني هناكلها في السحور. بصوا هعمل بقى كل الكمية زي ما حضراتكم شايفين. دي الكمية اللي طلعت معايا اكتر من 10 اكياس. شايفين اللون عامل ازاي؟ دايب جدا الفول، دايب جدا جدا، ولونه وريحته حلوين جدا. بصوا هنا انا بوريكم ان انا حطيت الطبق ده في اول يعني ما ابتديت ان انا افضي الفول. بصوا في لسه ميه كده، وكمان بس هو تقل معايا شويه، فاحنا ما نزودش يعني ما نزودش الدقيق فيه علشان ما يتقلش قوي معانا. وكمان ما نسيبوش فترة أطول، يعني إن هو يربط قوي، علشان برضو كل ما الفول بيقعد معانا كل ما بيتقل. ابتديت بقى ان انا في الطبق كده حطيت شوية ملح وشوية زيت ورشة كده من الكمون، بيديله طعم حلو جدا. وكمان طحينة، ممكن كمان نعصر عصرة ليمونة كده هتخلي طعمه روعة. هنا اصلا الفول مش محتاج اي حاجة، ولا كان محتاج طحينة ولا اي حاجة، وكان بس عايز يتملح كده وشوية كمون، واحلى فول تاكليه، طعمه يجنن. حلو جدا جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي، عمركم ما هتستغنوا عنها. وطبعا لو وصلتوا للفيديو للحظة دي، يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وطبعا تقولوا له رأيكم في الفيديو في الكومنتات لو عجبكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة.